وجدتي الرأي ديال الملك يعني أمير المؤمنين بهذا الموقف بهذه الظروف؟ يعني هو الحقيقة أنا يعني كانت هناك يعني إرهاصات لمثل هذا الأمر من السنة الماضية، لأن كان الإشكال من السنة الماضية. بدأ الإشكال في يعني في الماشية من السنة الماضية، وظهر أن هناك نقصا شديدا، فاستوردت الدولة الكثير من الغنم من الدول الأجنبية، لكن ذلك لم يحل الإشكال بل زاد الطين بلة. المشكلة هي أننا شعب نخره الفساد. أننا شعب نخره الفساد، المغرب. الفساد، الرشوة، المحسوبية، هذه المصائب كلها نخرت الشعب. الناس دائما تنتقد الحكومة، لكن الحكومة هي بنت الشعب. نحن مشاكلنا في مجتمعاتنا. لا يمكن أن ننكر أن مجتمعنا فيه يعني الاختلاسات المالية، يعني تأتي فقط بعامل في بيتك يختلس ويسرق أو خادمة أو كذا تجد العناء معهم. فكيف بالمسؤولين؟ فكيف بجميع يعني طبقات المجتمع؟ المشكلة حتى الدولة لما أردت أن تصلح موضوع يعني الماشية، ويعني يستطيع الناس أن يغطوا النقص الموجود في بلادنا، أيضا تصرف الناس في ذلك، وكانت يعني أرق ذلك ميزانية الدولة من غير فائدة. الآن المعلومات التي لدي أنه فعلا هناك يعني مشكلة عويصة في ناحية الماشية، وأن الدولة وإن حاولت أن تحل الإشكال لم يحل. الإشكال معقد من ناحية القحط، معقد من ناحية المحسوبية، معقد من ناحية استغلال يعني السماسرة لحاجات الشعب، وهذا داء خطير جدا. يعني الإنسان يهتم فقط بجيبه وينسى إخوانه وينسى شعبه وينسى المحتاجين وما إلى ذلك. والأصل في العيد أنه لمواساة الناس، والأصل في هذه المناسبة أن تذكرنا ببعضنا البعض، تذكرنا بالله سبحانه وتعالى أولا، ثم تذكرنا ببعضنا البعض. لكن الواقع فالآن الدولة أرادت أن تنظم هذا الأمر. هل هذا الأمر جائز أو غير جائز؟ طبعا يعني الدولة لم تلغي العيد يعني موجود مستمرة، ولم تمنع الناس من التضحية مطلقا. إنما كان هناك، قالت بأن هناك حالة معينة، قالت هناك حالة معينة نريد أن نتجاوز هذه الإشكالية ونستمر. أنا أتفهم هذا الأمر، هذا الذي يمكن أن أقول. إلى ذبح شي واحد العيد، واش يمكن يذبح شي واحد دابا العيد؟ ولا الأمر بمنطق سميتو يعني ماشي واحد مقصود يذبح؟ يعني هو الرسالة كان فيها يعني جلالة الملك قال أنا غنوب. نعم صحيح، قال أهيب الشعب، يعني أطلب منه أن لا يذبح. هو غادي يذبح نيابة على الناس. قال إنه سيذبح نيابة عن الناس طبعا يعني. لكن يبقى الأمر يعني هل إذا ذبح البعض، وفي جميع الأحوال الغالبية العظمى لن يذبحوا. لما؟ لأن هذا القرار رفع عنهم الحرج الذي كانوا يجدونه. يعني كثير من الناس يذبحون لا تدينا بل عادة، بل على سبيل العادة والتقليد، ويجد المرء فيهم الحرج الشديد إذا لم يذبح، لأن أبناءه سيرفضون ذلك، لأن الجيران سيعلقون عليه، لأن يعني تجد الشخص ليس متدينا أصلا وهو يبذل جميع ما عنده من أموال ويستسلف من هنا ومن هنا، بل قد يستسلف بالربا حتى يؤدي هذه الشعيرة. وهذا خطأ، لا شك أنه خطأ. هل لأن العلماء لم يستطيعوا أن يوصلوا هذه الفكرة للناس فيغيروا هذا الأمر، أم أن العادات أقوى بكثير من حتى من دروس العلماء وما إلى ذلك؟ كلا الأمرين حاصل. العلماء لم يؤدوا دورهم الكبير في هذا الموضوع. يعني قد يقولونه يعني في دروسهم هكذا، لكن حتى نحن نعاني معاناة كبرى من قلة الدروس، من قلة تعليم الناس لا تعرف شيئا مع الأسف. المجتمع عندنا المساجد معطلة، ومع الأسف الشديد الآن أممت المساجد حتى أصبحت حتى الخطب الآن يعني يراد لها أن تكون خطبا موحدة، فالناس أصبحت تشمئز من خطب الجمعة ولا تجد أي فائدة من الذهاب إلى المساجد. هذه مصيبة حقيقة نعاني منها. إذن أصبح لدينا المسجد لا يؤثر في الناس، والعالم لا يؤثر في الناس،
والقنوات التلفزية والرسمية لا تؤثر في شيء عجيب سبحان الله. يعني مثلا ظاهرة كهذه أو قرار من الدولة كهذا القرار وهو يتعلق بشعيرة إسلامية، كيف يؤتى في القنوات الرسمية بدل أن يؤتى بالعلماء ليبينوا هذا الأمر، يؤتى بشخص مثل كاتب علماني لا علاقة له لا بعلم ولا بدين ويبين للمغاربة دينهم، يبين لنا هذا الأمر لا يعني هذا الشخص يعني فضولي لا شأن له بهذا الأمر، لماذا يؤتى به يعني لهذا يعني كان المفترض قنواتنا أن تأتي بالعلماء المعتبرين الرسمي الذين لديهم نصيب من العلم الشرعي ولديهم شهاداتهم ليبينوا للناس الأحكام الشرعية في هذا الموضوع. لكن مع الأسف هناك تهميش للعلماء أو استغلال لهم بوسيلة أخرى، ثم استبدال أمثال هؤلاء المفكرين الذين لا دين لهم بهم. إذا كاين نقص على صعيد التربية وعلى صعيد يعني التوعية والقيم، وهذه من الأشياء اللي كتخلي يعني كما تفضلتي في الأول حتى بعض العادات ولا بعض الأخلاق السارقة وكذا أزمة ديال القيم. نعم صحيح لدينا أزمة قيم. يعني مثلا يعني قضية يعني هذا القرار، لماذا أتيت بهذا الأمر؟ قلت أن هذا القرار سيجعل كثيرا من الناس يعني سيرفع الحرج عنه. هذا حدث الآن. كثير من الناس، أنا بلغني أن كثير من عامة الناس فرحوا بهذا القرار لأنه رفع عنهم هذا الحرج. الناس كانت تحمل هما كبيرا لأضحية عيد، خاصة في السنة الماضية كانت غالية جدا. يعني استغل المضاربون احتياج الناس وطلبهم للأضحية فرفعوا الأسعار رفعا جنونيا، وهذا لا شك أنه في التاريخ الإسلامي كيف كاين تجارب من الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان كيتعامل في هذه الحالات مثلا الأضحية؟ ما كيكونش بحال هذا الجفاف ولا هذا المشكل؟ كاين تجارب؟ لا يعني زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث هذا، لكن زمن الخلفاء الراشدين حدث. كيف واجهوا أنه في بعض السنوات الخلفاء الراشدين أنفسهم أعلنوا أنهم لن يضحوا، ومنهم من قال أنا سأضحي بدجاجة. يعني طبعا الدجاجة ليست أضحية، لكن أراد أن يبين أنه الأضحية ليست واجبة حتى تلزموا أنفسكم بها. فيعني هذه وسيلة أن رأس البلاد وهو الخليفة أو أمير المؤمنين لم يضحي، لا ترهقوا أنفسكم إذا لم تكونوا قادرين على الأضحية. هذا معنى فعل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وهناك أيضا فعل أبو بكر نعم فعل أبي بكر وعمر لم يضحي وخرج وقال أنا لن أضحي حتى لا يلزم الناس بالأضحية. بمعنى أنه نحن حقيقة نحن نفتخر المغاربة بأن سنة الأضحية عندنا موجودة. أنا عشت في المشرق درست في الأردن لا توجد الأضحية نادرة حتى عند المتدينين، نادرة إلا بعض الذين يعني يحاولون إحياء السنة وكذا. أما الغالبية العظمى من الناس يمر العيد عندهم من غير أضحية. لكن نحن أظن في الشمال الأفريقي كله ليس في المغرب فقط، ولكن المغاربة بالخصوص متشددون جدا في قضية الأضحية. قسموا العيد كبير. نعم شوف غسمية عيد كبير. ولاحظت أن هذا الأمر موجود في تركيا أيضا يضحون وكذا، وعندهم قضية القربان وقضية كذا يعني موجود. ومرة حضرت عيد الأضحى في قبرص تركيا، فكان الناس يأتون باللحم، يعني طلبة. أنا كنت عند أخي طالبا، كان أخي طالبا هناك، فكان يأتون إليهم بالهدايا باللحم وما إلى ذلك على أساس أنهم يعني غرباء وكذا. فهذه العادة موجودة عندهم، مع أن الأتراك يعني خاصة في قبرص غير متدينين، لكن حافظوا على هذه العادة التي أصلها سنة. وهذا مثل حالنا نحن، كثير من الناس تجد أنك رجعت من صلاة العيد وهم قد ذبحوا، هذا خطأ. الأضحية لا تكون إلا بعد ذبح الإمام، لكن سبحان الله أصبحت عادة.